بص بقى يا عم الحاج انت وهو، الكلام ده لعيبه النادي الاهلي الحمد لله احنا متشافين والفيديوهات دي بيشوفوها، والكلام ده هيوصل لهم، اقسم بالله العظيم الكلام ده هيوصل لهم. احنا ما عندناش لعيب اعلى من النادي الاهلي، ما عندناش لعيب رقم واحد، ما عندناش لعيب بنقدسه وبنعمله اله عجوه وليل نهار بنقعد نهتف له، ما عندناش احنا الكلام ده. احنا ما بنهتفش غير باسم النادي الاهلي بس، ما عندناش غير الكيان. هتلعب باسم النادي الاهلي وتحافظ على الفانيلا اللي انت لابسها وتعرف قدر الفانيلا اللي انت لابسها، هنشيلك فوق دماغنا. هتعمل غير كده تاريخك كله هنمسحه باستيكه وبالسلامه زي غيرك. ما عندناش عزيز، احنا جمهور ما عندناش عزيز يا عم، ما عندناش لاعب مهم، ما عندناش نجم. النجم بتاعنا النادي الاهلي يكون اسمه فوق، غير كده هو ده اللي منجحنا عن غيرنا. غيرنا بيبوس الايادي وبيبوس الجزم، احنا ما بنعملش كده. احنا ما بنعملش كده، ولا بنبوس ايادي ولا بنبوس جزم. احنا عندنا الكيان رقم واحد، هو ده اللي منجحنا. سمعت عم تريزيجيه انت والشحات هجمه امبارح؟ عم الشحات اللي الحكم اداها لك كده هديه، راحوا معاك اربعه، راح بتضيعها بالسلامه يا عم. بالسلامه، شوف انت رايح فين، مش قادر تنزل الملعب، يلا بالسلامه. وانت تريزيجيه لازم تتحاسب على اللقطه اللي حصلت امبارح، انت مش رقم واحد في التسديد، بتسدد ليه؟ ما اعرفش، لازم تتحاسب. وانا شامم من في كولر جديد، شامم اللي فيه كولر جديد جه تاني. ده انا كان عندي يعني والله العظيم عندي اكمل بعماد النحاس احسن من اللي انا شفته امبارح من المدرب الجديد ده. نفس القصه، كولر جديد. انا قد اعذر